هدف اللاعب إبراهيم ديب من داخل منطقة العمليات على الجهة اليمنى، والكرة التي وزعت، وبعد ذلك إبراهيم ديب يضع الكرة في المرمى. إنه ثاني الأهداف لمصلحة النادي الرياضي القسنطيني أمام أولمبيا قبوة. أكيد بأن الرياضة والصدارة قسنطينية برصيد 15 نقطة بعد 24 ساعة الذي قضى مولودية وران بعد الانتصار أمام وفاق سطيف هدف مقابل 0. إبراهيم ديب يسجل بالمناسبة خامس أهدافه، وهو يحتل صدارة قائمة الهدافين ب5 أهداف. يستحق العلامة الكاملة إبراهيم ديب بعدما سجل هدفا عالميا في مرمى نادي أتلتيكا بارادو. هل سوف يحتسب هذا الهدف لإبراهيم ديب أم أنه سوف يلغى بداعي وجود وضعية التسلل؟ لأن هذا الحكم عزرين لا زال يتحدث مع غرفة تقنية الريفيو والفيديو والفار التي تخشى هذا القرار من مشروعية الهدف.